السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير يا رب. النهارده هنعمل معانا ايه؟ هنعمل بسبوسه. بسبوسه. ايوه، هنعمل بسبوسه. ناس كتيره قوي لما بتسمع كلمه بسبوسه بتتخض وبتتصدم، بتقول ازاي مش بتظبط معايا ومش بتطلع معايا كويسه، يا ناشفه يا مفروله وبتكسر مني ومبتطلعش ابدا مظبوطه. النهارده في الفيديو بتاعنا وفي الطريقه بتاعتنا هتشوفي اسهل طريقه بسبوسه واجمل طريقه بسبوسه هتدوقيها وهتبقي اشطر من اي حلواني. خليكي معايا لاخر الفيديو وتشوفي ان شاء الله هنعمل ايه، وباذن الله هتطلع الوصفه تعجبك جدا. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ونشوف وصفتنا. معانا ايه؟ معانا نص كيلو دقيق سميد، 150 جرام سمنه مذابه، 150 جرام لبن دافي، 150 جرام سكر، معلقتين جوز الهند ناعم، معلقتين كبار عسل جلوكوز، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. دي بالجرامات. لو مثلا في واحده هتقولي انا ما عنديش جرام يا بسمه وما عنديش ميزان ان انا اوزن، طيب ماشي، هنقول بالكوبايه. برضه هيبقى نص كيلو سميد، هيبقى كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر، معلقتين كبار جوز الهند، ومعلقتين كبار عسل جلوكوز، وربع معلقه شاي صغيره بودر. تمام. يلا بينا نقول بسم الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. انا عندي هنا هنزل باللبن، طبعا اللبن دافي يا جماعه، والسمنه هي كمان دافيه. بنزل باللبن وعليه السكر وعليه السمنه المذابه، تمام كده، وبنزل بالعسل، اسفه، معلقتين العسل دول يا جماعه بجد بيظبطوا بجد البسبوسه، يعني محدش يستهون بيهم. اللي انا ممكن استغنى عنه في الوصفه دي ايه؟ ممكن استغنى عن جوز الهند. في ناس مش بتحب جوز الهند، تقول انا مش بحبها في اي وصفه، ممكن نستغنى عنها تماما خالص، ومش هتقلل من طعم البسبوسه او حلاوتها، ومش هتاثر على الوصفه معايا باي حاجه. فاللي احنا ممكن نستغنى عنه هو جوز الهند. هنقلب كويس قوي الخليط. عايزه اضمن ان السكر داب معايا والعسل الجلوكوز كمان داب قبل ما احط السميد. تمام. هنقلب هنقلب كويس قوي. ممكن استغنى عن السباتيولا بقى دلوقتي واكمل بالمضرب. هضرب اضرب كويس قوي قوي، لازم الخليط يتجانس مع بعضه. لازم اتاكد ان السكر عندي داب، ما يبقاش في عندي اي تكتلات في الخليط بتاعي. شايفين كده بالشكل ده. تمام كده. هجيب عندي السميد، هنزل عليه بالمواد الجافه، جوز الهند والبودر، وهقلب كويس، اخلط كل حاجه مع بعضها. تمام. انا قلبت كل حاجه كده. هنزل بقى بالمواد السائله، هنزل بيها. تمام. ونقلب، يا دوب نقلب يا جماعه، مش هعجن، انا يا دوب اقلب بس اتاكد ان السميد كله شرب من السوائل اللي عندي زي ما حضراتكم شايفين كده.
في الوقت اللي بكون بعمل فيه البسبوسه بتاعتي بكون حاطه على البوتاجاز كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، وعليهم شريحه ليمون، يا دوب تاخد غلوه وانزل على طول اطفي عليها. انا عايزه شربات البسبوسه يكون خفيف ما يكونش تقيل. لما اخرج البسبوسه عندي من النار يكون الشربات جاهز، يكون هو سخن والبسبوسه سخنه، اسقيها ايه على طول بالشربات بتاعي. تمام تمام كده عندي اتاكدت ان السميد شرب من كل حاجه. عندي بقى صينيه او صاج دهناها سمنه كويس، وانزل بالبسبوسه كده، اوزع الخليط بتاعي كويس قوي. ده المقدار ده نص كيلو، يعني الصاج ده ياخد النص كيلو مظبوط تمام قوي، ما تكونش تقيله عليه ولا تكون ايه ولا تكون خفيفه، هتكون مظبوطه قوي يا جماعه. تمام كده بوزع. اتاكد ان هي اتفردت كده. هعمل ايه؟ هخبط يا جماعه الصينيه بتاعتي عشان اخرج الهواء وتتفرد معايا في الصينيه. تمام، انا بخبط كده من جميع الجوانب عشان خاطر اخرج الهواء اللي ايه في الصينيه. تمام 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 كده جاهزه عندي صينيه البسبوسه. هدخلها على فرن عالي. تمام يا جماعه، وهشوف وهتابع معاها. اول ما تاخد لون ذهبي من تحت هولع عليها الشوايه عشان تتحمر من فوق، وبعدين نخرجها ونشوفها الطريقه تبقى عامله ازاي.